تعالوا معايا نروح سيوة. بعد سفر 16 ساعة أخيرا وصلنا، خارجين اهو بس مش عارفين لسه رايحين فين، فيلا بينا. يكتب المكتوب. وصلنا جزيرة فتناس. المفروض ان اللي ورايا دي البحيرة الكبيرة اللي بتكون باينة على الخريطة في الساتلايت لما بنفتح ونجيب لوكيشن سيوة. هنقعد هنا ونتفرج على الغروب مع بعض. تبع رياح الحب وعندك حضني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه. هي زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها. يا زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. دلوقتي هجرب الميكس السيوي، عبارة عن بلح وموز ولبن ونسكافيه. حلو قوي، وده مانجا ريحان. هدوقه دلوقتي. ما تمشوش من سيوة غير لما تجربوهم. حلو قوي. وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي، قالولي عليك نجمة. بعد ما حضرنا الغروب في جزيرة فنطاس، دلوقتي نزلنا السوق عشان نشوف أكل. قوليلي علاش هربتي. السوق هناك حلو قوي ومليان مشغولات يدوية. قلتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. دي أحجار من الملح وبتكون ملونة، واللي جنبها دي زي وحدات إنارة أو أباجورات برضو بتكون معمولة من الملح، موجودة هناك بس. البورتيفيهات أو الشنط الصغيرة دي حلوة قوي والكواليتي بتاعتها جميلة قوي، وأنا جبت منهم واحدة ليا. بعدها رحنا المكان ده وجربت فيه مربات كنت أول مرة أجربها في حياتي، زي مربة الزيتون والبتنجان ومربة القرع والكركديه وحاجات تانية كتير. وكمان كان فيه دريسنج أو صوص للسلطات والتتبيلات، كانوا حلوين جدا. وبجد كان نفسي أصور لكم وأنا بدوق الحاجة من كتر ما هما كانوا حلوين ومميزين ومختلفين. وبكده خلصنا اليوم الأول. المميز ان انتوا بتحبوا البلح او مش بتحبوه هتاكلوه كده كده كتير قوي في سيوة. ودلوقتي واحنا في تاني يوم في طريقنا لقلعة شالي. دي قلعة شالي، وكلمة شالي نفسها كلمة مزيغية اللي هي معناها بلدي. وشالي مبنية من الترشيف اللي هو صخر الملح زي ما تشوفين اهو والطينة. ودي اتبنت كحصن لحماية السويين زمان. كان السويين زمان بيوتهم تحت فكان في قبائل بتهجم عليهم بتاخد منهم الأكل بتاعهم، فبنوا القلعة دي كحماية ليهم. يا سينا فهمي المعاني، آمن راح وكل مولاه العالي. سينا ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا سينا ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. والشعب السيوي هم أصلا أمازيغ، واللغة اللي بيتكلموها هي الأمازيغي، والعربي بيتعلموه لما بيدخلوا المدرسة. معانا إبراهيم هيكلمنا أمازيغي. يعني إيه أنا عايز يا إبراهيم؟ نيشخ سيخ. عايز آكل نيشخ سيخ هتشو. نيشخ شيخ هتشو. نيشخ سيخ هتشو. طيب شو يعني خير عادي. بحبك يعني ايه؟ أو خص لا خص شك ورد. خصة شك وخصة شم. خص شم يعني بحبك البنت. خصة شم البنت بكاف. شهر مولان صحراء. كمان وسيلة المواصلات هناك هي التريسيكل. قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي. وبعد ما رحنا القلعة والسوق تاني رايحين دلوقتي السفاري. ممنوع تدخل يا لعبنا، هنفكركم بالقنبلة. انتوا مين يالا؟ انتوا مش من هنا، انتوا من المية وده اكلنا. امسك هنفوت خد
بنقوم على الورق ابعد من الشمس احسن تتسرق احنا نقوم في السما وتهلفوت انا عندنا صعب تعوم انتوا ميه ملح واحنا ميه عذبه يعني مصيرك هنا محكوم انا مجنون بس عمري ما كنت زبون انا اللي بصد انا اللي بقضى انا سين تلوث لحي مسنوع فكك يالا من شغل الهمل انت وقعت مع ابن البلد انا مش شايف غير السمك حاسب بالموجة لا تركبك انا مظبوط في البر بما اني وحدي حابه عايزه اقول لكم السفاري في سيوه جامد جدا، مختلف عن اي سفاري بتعملوه. بيكون بعربيات زي اللي ورايا دي، وبتقعدوا بقى تطلعوا وتنزلوا في جبال رمله وكده، وكل شويه بتقفوا وتتصوروا وكده. ودلوقتي انا داخله على بير فيه ميه سخنه وكبريت في نفس الوقت، فيلا بينا تعالوا اوريهولكم. كذويتي قالوا لي عليك يا نجمة مع بنتي وكنتي هذا ووقت الغروب كنا بنعمل ساند بوردنج، بس للاسف ما لحقتش اصور. واخر فقره في السفاري كانت عشاء لفراخ معموله بطريقه ابو مردم في كامب في الصحراء تحت ضوء القمر والنجوم، كان ممتع جدا. فينا انا وقلبي حوسنا لك ما لقينا. النهارده اليوم الثالث، رايحين معبد التنبؤات وفي جبل تقريبا شويه حاجات كده، فيلا بينا. كنا في الاول هنروح بحيرات الملح اللي الطريق ليها زي ما انتم شايفين كده طريق في وسط الميه، ولكن قررنا نحطها في وسط اليوم ورحنا على المكان التاني. وصلنا معبد التنبؤات او معبد وحي امون، وده يعتبر ميكس ما بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية. وهنا واحنا داخلين قدس أقداس المعبد أو قاعة تتويج الإسكندر، على أساس إن هو كواحد من أولاد أمون فالمصريين القدماء يحبوه. كمان هتلقوا إن في نقوش مصرية قديمة على جدران المعبد. فهمي المعاني آمن راح وكل مولاه العالي. زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. ولأن الأكل ده حاجة أساسية في أي سفرية، فرحنا أكلنا عند عبده، وبجد بالنسبة لي ده كان أحلى أكل أكلته في سيوة. ما لقينا. ورجعنا نقضي الغروب على بحيرات الملح، وبجد بصوا قد ايه الكريستالز او احجار الملح دي شكلها جميل قوي وشفافة قوي، والمية نفسها كانت نقية جدا وشفافة جدا. متمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني. بعدها رحنا عيون كليوباترا، وكان ليل زي ما انتوا شايفين. القعدة كانت لذيذة جدا، والإضاءة أغلبها شموع، وكمان كان في ناس بيعملوا حاجات هاند ميد زي ما انتوا شايفين كده، وجيفت شوب أو أماكن تقدروا تشتروا منها هدايا تذكارية للناس اللي بتحبوها. القعدة هناك كانت لذيذة جدا، وشربنا ميكس سيوي تاني. النهاردة آخر يوم في سيوة، نزلنا السوق عند جوهرة، جبنا بلح كتير قوي 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 وحاجات تانية، يعني هو عنده حاجات تانية. وقبل ما امشي رحت اخد قهوتي، وكانت صاحبة القهوة واحدة أجنبية جت تعيش في سيوة، من كتر ما هي عجبتها وحست ان هي امان. Thank you. Thank you. وانا قاعده بشرب قهوتي عادي جدا، لقيت نسر داخل عليا. بجد يا جماعه نسر زي ما سمعتوا كده، كنت اول مره اشوفه، كنت خايفه جدا جدا جدا، بس هو بصراحه شكله حلو قوي وقوي قوي قوي قوي. قبل ما امشي حابه اقول لكم رايي في السفريه. النهارده اليوم الرابع في سيوه، الناس وطبيعه العيشه مختلفه عن اي حته تاني رحتها. الموضوع بيميل اكتر لان انتوا تبقوا عايشين في حاجه ليها علاقه بالطبيعه او ايكو اكتر. البيوت بسيطه والمباني بسيطه. انا دلوقتي قاعده في زي
جنينه او حاجه كده وسط السوق. الناس طيبين جدا 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 ومرحبين قوي وفريندلي جدا. البلد نفسها امان جدا جدا، وفي شرطه وجيش في كل الشوارع وفي كل الطرق. الفايبس بتاعتها هي مختلفه جدا عن اي حاجه رحتها، بس فيها من دهب وفيها من الاقصر واسوان، بس فيها حاجات انا ما حسيتهاش غير هنا في سيوه. انا لسه شايفه نسر، دي كانت اول مره في حياتي، تقريبا اخر مره اشوف نسر، كنت خايفه جدا. خدوا البرنامج كله بتاعكم لانه في حاجات انا كنت فاكره اني مش هتبسط فيها واتبسطت جدا جدا جدا. السفاري حلو جدا 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 ومختلف عن اي سفاري عملته قبل كده، سواء في شرم او في الغردقه او في دهب. الجو احنا دلوقتي في فبراير او في نص فبراير، الجو الصبح بيبقى حر، يعني هو انا لابسه شتوي جدا وتقيل جدا، بس ممكن تلبسوا حاجه اخف من كده، وفي ناس بتلبس نص، بس هي الفكره انه في هوا، فانا الهوا بالنسبه لي بيبردني. وبالليل لازم 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 شتوي وجواكت تقيله وبرد جدا. يعني حاسه ان الجو بتاعها ممكن يكون احلى شويه في الربيع في شهر 3 أو 4، بحيث ان هو يكون صيف اغلب اليوم. واكيد مش هسافر قبل ما اروح اكل، فرحت اكلت في المطعم ده. قعدته زي اغلب القعدات في سيوة حلوة جدا ومميزة جدا، واكلت هناك فراخ وبط. البط بصراحة كان حلو قوي ومعمول بطريقة حلوة قوي. اكلنا يبقى نحبس بقى بشاي، بجد الشاي في سيوة كان حلو قوي، ويعني هو ليه نكهة مختلفة كده، انا مش عارفة ايه هي، بس هو بجد كان جميل قوي. دي تقريبا كانت اول مره اعمل فلوج سفر، فلو عجبكم قولولي، ممكن كل مره اسافر اعمل لكم فلوج. لكن انا الكونتنت بتاعي اصلا، عشان لو الفيديو ده طلع قدامكم، الكونتنت بتاعي سكين كير وهير كير وحاجات طبيه اكتر من ان هي سفر او كده. الفلوج بتاعي ابعد ما يكون عن السفر. وبس كده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. باي.